السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متابعين هبة الله وحشوني جدا، ونبدأ كلامنا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. التحدي بتاع النهاردة تحديات الصيام المتقطع. ناس كتير جدا حابة أنظمة الصيام المتقطع، هي نتيجتها بتكون أكيد أفضل والحرق بيكون أعلى فترة الصيام، ولكن لو بنتوتر أو بيجيلنا حالة توتر وقلق في فترة الصيام بلاش نصوم. التحدي بتاعنا النهارده هيكون مدة الصيام بتاعته 16 ساعة، بتتحسب من آخر حاجة أكلتيها بالليل. وقت الصيام نقدر نشرب مية، شاي، قهوة، ولكن ممنوع إضافة الليمون ولا السكر الدايت. نحاول نمشي ساعة قبل وجبة الفطار، بيكون الجسم خلص مصادر الطاقة بتاعته وبياخد مصدر الطاقة بتاعته من مخازن الدهون مباشرة. تعالوا بينا على الوجبة الأولى، هتبقى عبارة عن باذنجان مشوي بالزبادي، وحطي بقى التوابل اللي انت حباها مع 2 بيض او مسلوق او اومليت زائد طبق سلطه، او 4 معالق فول مع الباذنجان المشوي مع طبق سلطه، او مشروب بلبن باختيار، مش او لا مشروب ابو لبن ده اختياري مع الاختيارات بتاعه الفطور. الوجبه الثانيه هتبقى عباره بين الوجبتين ثمره فاكهه. الغدا بتاعنا هيبقى عباره عن طبق لوبيا ناشفه، او صدر دجاج، او 2 سمكه مشويه، او 350 جرام جمبري مشوي او مسلوق، او قطعه لحمه، او ربع كفته، زائد 3 معالق رز وسلطه وطبق خضار. ده بالنسبه للوجبه الثانيه. دي الوجبه الثانيه دي اللي بتصومي بعدها. طيب عاوزين نشرب 3 لتر ميه على مدار اليوم، ونحاول نتمشى الساعه. طيب الساعه اللي هي قبل الوجبه دي لو ما قدرناش نمشيها قبل الوجبه نقدر نمشيها اي وقت في اليوم، بس لو اكلتي هنستنى ساعتين بعد الاكل وتمشي. والشاي او القهوه لينا مرتين في اليوم، بس لو ضفنا سكر دايت هيبقى بعد ما نطلع من فتره الصيام. يا رب يكون النظام عجبكم، واتمنى لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناه، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. وتحياتي هبة الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.